صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انت بتشوفنا في اي وقت. معانا النهارده فيلم ممتع وجميل جدا بيحكي عن مزرعه فيها مجموعه حيوانات، والمجموعه دي في يوم بتتعرض لهجمات من الذئاب المفترسه الشريره. فهل هتقدر تهزمها ولا لا؟ خلينا نشوف هيحصل ايه. فيلمنا بيبدأ مع صاحب مزرعة حيوانات بيكون بيبدأ يومه عادي جدا، وبيدي الحيوانات الأكل بتاعها ويمشي، بعدها يروح الحقل، وأول لما بيمشي بتبدأ الحيوانات يومها هي كمان. وبيكون بين بيدور على اوتيس ويسأل عليه مايلز، لكن بيقول له انه ما شافهوش وهيستناه. وبيقول بعدها بين انه هيعمل اجتماع بعد 5 دقايق، ويسأل بو لو كان شاف اوتيس، لكن بيقول له لا ما شفتوش، وبيشوف. بعدها ابقار جيرسي ومش بيكون مبسوط قوي انه شافهم، وبيقول له لو ما شفتش اوتيس، وبيرد عليهم بين انه عارف هو فين، وبيقول له انه هيروحوا جولة تفقدية ويمشوا. ويسأل بين الفرخة ألين لو كانت شافت أوتيس، لكن بتقول له ما تقلقش هو أكيد هيجي هنا. بنروح بعدها الأوتيس اللي بيكون واقف فوق حافة جبل صغير وعايز يتزلج عليه، وبيسأله هيك لو ده أمن يعني. بيرد عليه وبيقول له ده آمن جدا، وبيصعدوا كلهم على اللوح وبياكل تفاحة. ويسأله أوتيس منين دي، يقول له دي من الفرع ده اللي بيكون متثبت بيه لوح التزلج. وفجأة اللوح بينزل عكس مكان المفروض ينزل، لكن أوتيس بيعرف يتعامل مع اللوح وبيتفادى الشجرة، لكن بينزلوا من على منحدر عالي وبيقعوا على مزرعة الفراخ. بننتقل بعدها لبينو اللي بيكون في الاجتماع، لكن فجأة بيدخل عليهم أوتيس وكله متغطي ريش فراخ. بيحاول أوتيس يبرر اللي حصل له لبين، لكن بين بيقول له شوف لك مكان اقعد فيه. وبيكون بين بيتكلم في الاجتماع، لكن بيقطعوا صوت موبايل أوتيس اللي بيرن. لكن أوتيس بيقول للسنجاب إن ده مش أحسن وقت يتصل بيه، وبيقول إنه ده رقم خاطئ. بيكمل بين الكلام وبيقول إنه دلوقتي موسم الذئاب، وبيقول إنهم مخلوقات متوحشة، وبيقول إنه القاعدة الأولى إنهم يفضلوا في مجموعات، والتانية إنهم يبقوا داخل السياج دايما، والتالتة إنهم ياخدوا بالهم كويس قوي. وبينصرف الاجتماع، لكن بيقول بين لاوتيس انه يستنى شويه ونعرف انه بين يبقى ابو اوتيس. وبيساله مين كان على التليفون معاه السناجب صح. بعد كده بيقول له لا خلاص مش عايز اعرف. ويقول له انت كده فين النهارده الصبح، ويرد اوتيس ويقول انه كان بيمرح شويه بس. وبيقول له بين انت وعدتني انه انت هتساعدني في السياج، انت عارف انه ده موسم الذئاب. لكن اوتيس بيقول له دول شويه ذئاب صغيره واحنا كبار مش هيقدروا يعملوا حاجه يعني. لكن مين بيقول له ان السياج ده هو اللي حاميهم وانه مسؤول عن كل حيوان جوه. لكن اوتيس بيقول له دي المشكله انك انت القائد، لكن لو انا القائد كنت اخلي كل حيوان مسؤول عن نفسه. لكن مين بيرد عليه وبيقول له ان الراجل الشجاع هو اللي يدافع عن الاخرين مش عن نفسه بس، وانه ما ينفعش يفضل عايش حياه اللعب دي على طول. لكن اوتيس بيرد وبيقول له انه يقدر عادي. ويروح بعدها للبركة علشان يسبح، وبعدها يروح ملعب الجولف يلعب شوية جولف هناك هو واصحابه. وبعدها بيروح يتفرج على مباراة من الشباك بتاع راجل عجوز. وفي الاخر بيرجع يقعد مع صاحبه الخنزير، وهو قاعد بيعدي من قدامه بقرتين جايين جداد المزرعة، وبيروح علشان يتعرف عليهم. وبنعرف ان اسمها ديزي وصاحبتها اسمها بيسي. بعدها بيجي الليل ويستنوا لغاية ما صاحب المزرعة ينام، بعدها يعملوا حفلة. وبنشوف انهم عاملين كل حاجة في الحظيرة، ترابيزات بلياردو وحفلة رقص كل حاجة. وبتدخل ديزي وصاحبتها للحفله بيسي. بعدها بنشوف ان بين قاعد بيحرس المزرعه، وبيدخل عليه اوتيس وبيعتذر له على اللي حصل منه قبل كده، وبيقول له انه عايز ينضم للفرقه الموسيقيه النهارده، وان بين ياخد مكانه في الحراسه النهارده. ويحاول يقنعه، لكن بين بيقول له انه كل اللي عاوزه منه انه ياخد باله من نفسه، وان بين عارف انه لازم يفضل في الحراسه دي لان ده هو قدره انه يبقى كده. ويقول له روح انت وانا افضل هنا مكانك، ويروح اوتيس الحفله. وبننتقل بعدها للحفله اللي بيكون فيها فار ضخم بيغني على الستيج. وبعدها بيجي ديك ويقدم عرض كوميدي، وبيقدم اوتيس والفرقه بتاعته. وبنشوف بعدها جيران المزرعه وهم متضايقين من الحفلات اللي بتحصل كل يوم. وبتيجي بعدها الشرطه، لكن البومه بتنبههم، وبنعرف انها مش شرطه دي عربيه بيتزا، ويستلم اوتيس البيتزا منه. بعدها بننتقل للذئاب وهي تتسحب وتدخل عشه الفراخ. وبيقول دينج الذئب انه هياخد 6 فرخات، واي فرخه هتعمل صوت هياخد زياده. لكن في فرخه بتقول له انه مش هياخد ولا واحده منهم، لكن الذئب بيضحك عليها وبيقول لها انت هتوقفينا. لكن فجاه بيدخل بين، وبين بيقول له حط الفرخه يا ديانج. لكن دينج بيقول له احنا كده بنعمل زياره بس. لكن الذئب بيقرر انه يهجم على بين، ويقول له احنا 6 وانت واحد بس. وفعلا بيهجم الذئاب على بين وواحد ورا التاني، لكن بين بيقدر يوقفهم. لكن بيتلموا على بين ويحاصروه، لكن بين بيقدر انه يهزمهم كلهم ويمسك دينج، وبيكون رايح يموته لكن بيسيبه يمشي. لكن بين بيقع على الارض بعدها، وبتجري الفرخه علشان
علشان تقول لاوتيس، ويجري اوتيس علشان يشوفه لكن للاسف بيكون مات ويدفنوا المزارع. وبنشوف اوتيس قاعد حزين وبيفتكر ذكريات مع ابوه بين لما كان صغير وكان بيصطادوا في البحيره واوتيس كان بيلعب معاه. بنروح بعدها للحظيره اللي بيكون فيها الكلب عايز يمسك مكان بين، لكن الحيوانات بتستهزأ بيه وتقول انها مستحيل تخلي حد بيلحس نفسه يبقى الرئيس بتاعهم. ولكن الكلب بيقول لهم انه عمل ده مره واحده مش هيعمل كده تاني. لكن الحمار بيرمي كوره ويجري الكلب علشان ياخدها وبيقول لا لا دي مره واحده انا مش هعمل كده تاني. ولما الحمار يرميها تاني بيجري الكلب عليها بسرعه بيقول على فكره ما فيهاش حاجه عادي، يعني دي متعه مش اكتر، ولكن الحيوانات بترفض انه يبقى الرئيس بتاعهم. وبيقول الحمار ان اوتيس هو المفروض اللي يمسك بعد ابوه بين لانه الاقدر واحد بيها. وبيروح اوتيس للحظيره لكن بيلاقي كل حاجه في حاله فوضى كبيره. وبيقول له الحمار مايلز ان هو دلوقتي اللي مسؤول عن المزرعه وانهم ينتخبوه. واوتيس بيقول انه مش عايز حد ينتخبه ومش عاوز يبقى الرئيس وبيشوف كل حاجه في فوضى كبيره. ويزعق ويقول انه احنا في النهار والمزارع ممكن يرجع في اي وقت دلوقتي. لكن الحيوانات بتقول له اهدى شويه يا اوتيس انت محتاج مايك علشان ترقص وتفرح. وفعلا بيفتحوا صندوق فيه حيوان غريب، واول لما الصندوق بتاع الحيوان ده بيفتح بيخليهم كلهم يرقصوا ويرقص معاهم اوتيس. وتسال ديزي مين الحيوان ده ويرد اوتيس عليها انه محدش يعرف لكن هو بيخلي كل الناس ترقص. لكن ديزي بتقول انها المفروض يرموه. لكن فجاه المزارع بيدخل والحيوانات بتشوف ده لكن اوتيس بيكون مش واخد باله ويلف ويشوف اوتيس المزارع ويتصدم. لكن الحمار مايلز بيضربه برجله ويفقده الوعي واوتيس بيقول له عملت كده ليه؟ بيرد عليه يقول له لازم اعمل كده ده شافنا ولو ما عملتش كده هنكتشف. ولكن هم بيتكلموا فجاه بيصحى تاني لكن مايلز مش بيستنى وبيضربه تاني ويفقده الوعي تاني وبياخدوه يحطوه تحت شجره ويفكروا في ايه ممكن يكون وقع عليه علشان يصدق اللي حصل له ده. يقول الفار تفاحه لكن اوتيس بيقول خفيفه جدا مش هتنفع. لكن الخنزير بيرميها بقوه عليه ويقول لا تنفع بص. لكن اوتيس بيفكر ويكسر فرع من فروع الشجره ويحطه عليه على اساس انه وقع عليه ويجيب كتاب ويحطه جنبه. بيصحى بعدها المزارع وبيكون اوتيس واصحابه مستخبيين ورا كومه قش وبيقولوا له انه صدقها. لكن المزارع بيشوف فرده الجزمه بتاعته وهو رايح يجيبها الحمار مايلز بيضربه تاني يفقد الوعي. واوتيس بيقول له ليه تاني؟ يقول له لغايه ما تشوف خطه افضل انا هفضل اضربه كده. وبيقول له اوتيس شوف خطه افضل كنا هنتكشف. ويحط اوتيس تاني تحت الشجره ولكن المره دي مش بيحط فرع واحد عليه بيحط فرعين من الشجره. وبيصحى المزارع ويلاقي كل حاجه عاديه مفيش حاجه ويقول اوتيس واصحابه انه صدقها خلاص. وبيكون اوتيس بيقرص المزرعه وبيجي شويه عيال وقعوا بقره نايمه ويضحكوا عليها كلهم. واوتيس بيقرر انه ينتقم منه وياخد ابقار جيرسي ويروح عند البيت اللي قريب من المزرعه هو وابقار جيرسي. ولكن وهم بيعدوا من تحت الشباك بتشوفهم الست وبتقول لجوزها انه في بقره بره في البيت بتاعهم لكن جوزها مش بيصدقها ويسرقوا العربيه بتاعتهم ويروحوا ورا الاولاد دول لغايه بيتهم. ويدخل اوتيس واصحابه على الولد اللي وقع البقره ويوقعه من على السرير ويصرخ الولد وده بيخلي اوتيس واصحابه يجروا بسرعه بره البيت. ويمشي اوتيس واصحابه بالعربيه لكن بتيجي وراهم عربيه شرطه وبيكون معاهم واحد بيصور وتيجي طياره وتصور المطارده وتنتشر على الاخبار وتشوف صاحبه العربيه اللي سرقها اوتيس عربيتهم في الاخبار وبتكلم الشرطه وتقول انه في بقره في العربيه بتاعتها. لكن الشرطه بتقفل السكه في وشها وبنرجع بعدها لاوتيس واللي بيكون لسه الشرطه بتجري وراه وبينزلوا في منعطف ناحيه الغابه وبيهربوا من العربيه وتجري وراهم الشرطه لكن بيقفوا عادي وياكلوا عشب وبتسيبهم الشرطه. بعدها بيرجعوا العربيه مكانها وبيقول ابقار جيرسي انهم عمرهم ما تخيلوا ان بين كان ممكن يعمل معاهم كده. ويسمع اوتيس الكلام ده ويبان عليه الحزن ويقعد مكانه يحرس. وبتيجي ديزي وتقعد معاه ويحكي اوتيس عن ابوه وانه كان رائع وان كل اللي كان بيعمله ده عمله علشانه وانه وحشه قوي. وبيطلب من ديزي انها تحكي له وهي قصتها وبتقوله انها كانت متجوزه وكانت الحياه طبيعيه لكن في يوم هبت عاصفه شديده وكله اختفى من الحظيره. وبعدها بيشوف اوتيس ان الذئاب بتجري ورا ارنب وبيروح يجري وراهم لكن بيهجموا عليه وهو مش بيقدر عليهم وبيستهزئ الذئب دنج منه ويقول له انت كنت فين لما ابوك مات؟ كنت في الحفله كان ممكن تبقى فريق انت وهو وتنقذه. ويقول له احنا هنعمل اتفاق سر بيني وبينك في كام حيوان هيختفي كل يوم والتاني ولو حاولت تبقى شجاع زي بين انا هذبح كل حيوان في المزرعه. وبيروح اوتيس عند قبر ابوه وبيقول ان بين كان بيقدر يقف قصاد الذئاب دي لكن انا جبان مش قادر خايف. وبيقول له انه هيمشي. والصبح اوتيس بيقول للفار انه خلاص هيمشي بس ما تقولش لحد. لكن الفار بيعلي صوته ويقول يا جماعه اوتيس هيسيب المزرعه.
لكن الحيوانات بتقول لاوتيس انها هتسمع كلامه، لكن اوتيس بيرفض وبيقول للكلب يمسك مكانه ويروح ياخد حاجته، وتيجي ديزي وتحاول تخليه يقعد، لكن هو بيقول لها انه جبان وما قدرش يقف في وش الذئاب اللي جت امبارح وبيمشي. لكن قبل ما يمشي بيجري عليه الديك ويقول له ان الذئاب جت. بيجري اوتيس علشان يشوف في ايه، وبيقول الكلب ان الذئاب جت وخدت اكتر من 6 فرخات وانهم مش بيجوا في النهار ابدا. وبيقول الحمار ان الذئاب دي قويه ومحتاجين واحد قوي يقف وشهم، ويروح اوتيس وبيحاول يروح معاه الفار بيب، لكن اوتيس بيقول له لا خليك هنا. وبننتقل بعدها لمكان الذئاب وبنشوف انها مكتفه الفراخ، وبيقول لهم انه بيحب الاكل بالليل، وبيقول له كتكوت الصغير انه لئيم وبياخدوا دينج الذئب ولسه هياكله. لكن هنا بيظهر اوتيس وبيقول له اوتيس نزل الفرخه يا دينج، وبيروح ناحيته ويضربه، ودينج بيقول للذئاب اقتلوه وبيهجموا عليه، لكن اوتيس بيقدر انه يضربهم واحد ورا الثاني، لكن بيجي ذئاب كتير جدا وبيهجموا عليه ويتلموا فوقيه، وبيقول لهم دينج كفايه. ويقول له اوتيس انت كنت فاكر انك ممكن تيجي منطقتي وتهزمني؟ اتفرج عليا وانا باكل صحابك. لكن اوتيس بيقف ويقول له انا الرجل الشجاع يدافع عن الاخرين. وهنا بيظهر صحاب اوتيس الخنزير والحمار والفار، وبيضحك عليهم دينج وبيقول له ده جيشك يعني. لكن بيظهر صوت اغاني ويدخل ابقار جيرسي بالعربيه وبيهجموا عليهم بالعربيه، لكن بيخبطوا في كومه حديد وبيقلق اوتيس، لكن بيطلعوا منها عادي. وبيبدا اوتيس يضرب في الذئاب، والفار كمان بيدخل جوه وودن ذئب من الذئاب، وبيكلم اوتيس السناجيب وبيشن السناجيب هجوم على الذئاب. وبنشوف كام ذئب بيهجم على الحمار، لكن الحمار بيقدر انه يضربهم كلهم، مش بيفضل فيهم غير واحد بس. وبيقول له انه عنده حاجه مميزه له هو، واللي هي الحيوان الغريب الراقص اللي شفناه في الاول ده، وبيهجم عليه كلهم وبيهربوا. لكن دينج بيشوف اللي بيحصل ده ويطلع فوق عربيه علشان يهجم على اوتيس، يحاول يحذروا الحيوانات لكن صوته مش بيوصل. يروح يصيح الديك لاول مره صوته يطلع كو 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 كو، ويمسكه اوتيس من رقبته ويقول له انا ابن بن، ويخبيه في ازاز العربيه، وبيكون رايح يموته، لكن بيعمل زي ابوه ويسيبه ويقول له ما ترجعش تاني ابدا، ويمسك عصايه ويضربه زي الجولف. وبيرجعوا، وفي الطريق الفار بيقول ان ديزي بتولد، لكن اوتيس بيقلق عليها وبيقول انه لازم يكون هناك معاه، لكن الحمار مايلز بيقول انهم عمرهم ما يوصلوا في الوقت المناسب ابدا. وهنا بيروحوا المكان فيه موتوسيكلات كتير وياخدوهم يروحوا بيهم، لكن وهم في الطريق بيكون في عربيه وبيقلقوا، لكن بيكونوا سكرانين مش بياخدوا بالهم من حاجه، وبيكملوا طريقهم وبيوصلوا في الوقت المناسب. ويدخل اوتيس واصحابه، بتقول ديزي انها كانت قلقانه من الذئاب، لكن اوتيس بيقول لها انهم شويه ذئاب جبانه. وبتولد ديزي ولد، وبتقول ان اوتيس شيله، وبيسالها اوتيس هتسميه ايه، وتقول انها بتفكر انها تسميه بن. وبيقول لها اوتيس ان ده اسم رائع، وبيفرح بالاسم كل الحيوانات وتتاثر. وبيقول الكلب لاوتيس انه لو ما عندوش اي خطط يعني ممكن يقعد شويه كمان في المزرعه. ويرد اوتيس ويقول انه طالما عايش مفيش حيوان في المزرعه دي هيتاذي، وتفرح كل حيوانات المزرعه بالخبر ده. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لايك بقى العسل، وكومنتك الجميل شجعني يا جدع، خلينا اشوف انفجار كومنتات. اشوفكم على خير في افلام حلوه كتير. ما تنساش بقى الجرس كمان، اشتراك لوحده ما ينفعش عشان توصلك كل الحلقات الجايه. سلام.